في يوم من الايام كان سيدنا محمد قاعد مع الصحابه، كان بيتكلم وبيحكي معاهم حاجه، بس في نص الكلام قال لهم حاجه غريبه جدا. قال لهم ان هو بيتمنى انه يشوف اخوانه. فالصحابه بصوا لبعض كده واستغربوا، قالوا له يا رسول الله هو احنا مش اخوانك؟ فرد عليهم سيدنا محمد وقال لهم انتم اصحابي. علم مقام الصحابه جامد جدا. المهم بعديها قال لهم اخواننا اللي هيجوا من بعدي ويامنوا بيا وهم اصلا عمرهم ما شافوني، وده اللي هو احنا فعلا جينا سنين بعد وفاه سيدنا محمد، بس امنا بوجوده وانه رسول من عند ربنا. فهو بيقول للصحابه انه كان نفسه يشوفنا ويتعرف علينا، عاوز يشوف في كام واحد جه من بعديه وامن بيه. شوف زمان كان عدد المسلمين قد ايه، وشوف دلوقتي ما شاء الله عددنا بقى كام. فالصحابه سالوا سيدنا محمد وقالوا له طب يا رسول الله انت هتعرفهم ازاي في يوم القيامه؟ ده يوم هيتحاسب فيه كل المخلوقات اللي خلقها ربنا وهيكونوا كلهم موجودين. احنا عارفين ان سيدنا محمد يوم القيامه هيشفع لنا كتير جدا عشان ربنا سبحانه وتعالى يدخلنا الجنه، بس برضه نفس يوم القيامه ده في عدد مخلوقات ارقام مهوله. احنا ازاي بقى هنتعرف من كل ده؟ انا كيوسف عاوز اضمن ان سيدنا محمد يعرف ان انا من امته عشان يشفع لي ويدخلني الجنه. اضمن منين ان سيدنا النبي هيعرف؟ فلما الصحابه سالوه السؤال ده رد بسيط جدا، قال لهم ان هو هيعرفهم من اثر الوضوء. انت قبل ما بتخش تصلي بتتوضى ايدك بقى ووشك وكده، فهو سيدنا محمد قال لهم ان هو هيعرفنا من اثر الوضوء. مكان ما انت بتتوضى هيكون منور يوم القيامه، فانت هتكون منور مكان ما بتتوضى، ايدك بقى ووشك وكده. وسط كل الناس اللي حواليك انت الوحيد اللي هتكون منور. وسط الناس دي بقى كلها هتكون انت اللي مختلف عن اللي جنبك، اللي ما كانش بيصلي في الدنيا، اللي مش مسلم اصلا. وهنا ساعتها هيشوفك ويعرفك سيدنا محمد. فتخيل كده لو انت ما كنتش متعود تتوضى ولا تصلي في الدنيا، هيعرفك ازاي؟ صلي على سيدنا محمد. تعرف ان في ناس في يوم القيامه ولا بيدخلوا النار ولا بيدخلوا الجنه بعد ما الناس كلها بتعدي من على الصراط المستقيم، واللي في منهم بيقعوا في النار زي الكفار والمنافقين، وفي منهم اللي عدوا خلاص وهيروحوا على الجنه. وخد بالك ان في سور ما بين الجنه والنار، والسور ده اسمه الاعراف. وفي ناس ولا بيدخلوا الجنه ولا بيدخلوا النار، بيكونوا في سور الاعراف، بيكونوا واقفين على السور وشايفين الجنه والنار بس ما يقدروش يدخلوا الجنه. بس ازاي الناس دي عدت الصراط المستقيم؟ يعني المفروض دول مؤمنين وهيخشوا الجنه على طول، ولا هم من الكفار ولا هم من المنافقين، وكل واحد خايف محدش عارف مصيره ايه اللي هيحصل في الاخر، يا ترى هيدخل الجنه ولا هيدخل النار؟ طب ازاي الناس دي وصلت هناك؟ وايه اللي ممكن يحصل عشان حد يقف على السور ده؟ الكل عارف ان في يوم الحساب بيبقى فيه ميزان اللي بيوزن حسناتك وسيئاتك، ودول الناس بتكون حسناتهم وسيئاتهم زي بعض. يعني تخيل وانت بتشوف ميزانك كده وتلاقيهم اتساووا مع بعض، اللي هو كان ناقص لك حسنه واحده وكان زمانك من اهل الجنه. يعني يا اخي لو كنت صليت على النبي بس كنت خدت الحسنه دي ودخلت الجنه. والله اعلم الناس دي بتفضل على سور الاعراف ممكن يوم، اسبوع، شهر، سنه.